النهارده هنعيش يوم كامل في حياة طالب تانية ثانوي من أول المدرسة، واللي هنعمل فيها العديد من اللقاءات الصحفية المهمة جدا 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 مع أشخاص مهمين جدا جدا جدا، وكمان هنكمل باقي اليوم من دروس لتعب لصداع لقهوة لكل حاجة. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا من دقيقة واحدة بس ما كنتش قادر اصلا اقوم من السرير، ودلوقتي تلاقيني مش قادر اتكلم، يلا نجهز الشنطة ونروح بقى عليها المدرسة. المفروض كلمت واحد صاحبي والمفروض جاي لي عند الجامع، بنتقابل كل يوم عند الجامع، فرايحين له ربنا يسهل. الجامع هو بس هو لسه ما جاش، مش عارف اتأخر ليه كده. المفروض نبقى في المدرسة الساعة بالظبط 7:30، ودلوقتي الساعة 7:30 وانا لسه قدام الجامع، الواد ما جاش. نزل اهو دلوقتي بس هو مش بيحب يتصور فمش هنصوره يعني. الميكروباصات كلها اختفت اهو، ظهر واحد. يلا بس يلا. كده انا رجعت الفصل اهو، روحت الفصل. طبعا جيت اخر واحد في الفصل، بس لسه اصلا ما ادوش اي دروس ولا اي حاجه، جامد يعني. النهارده يوم الخميس مفيش غير 3 4 اصلا في الفصل. دلوقتي يا جدعان فاضل حصه، وده الفصل كله وده الفصل كله. فاضل الحصه تقريبا ونطلع فسحه. لسه بدري، فاضل 3 حصص كمان بعد الفسحه. ايه ده اغرب رد فعل ممكن اشوفه. ملك يا ملك يا ملك، عاوزين نصيحة للشباب. نصيحة للشباب من على اليوتيوب. لا مش بالتصوير. مش عايز نصيحة؟ دلوقتي هنصور لقاء صحفي مع جو وصديقي المتدين جدا. اتفضل يا حبيب قلبي، ايه رأيك في البلندور ولا ديمبلي خد البلندور؟ الصراحة يستحقها. يستحقها، عن نفسي انا بحبه قوي. اقسم بالله عشان مشجع باريس. بس بحبه. طب قول لي ليه بتشجع بقى، باريس غيرك مش فاهم؟ قول لي نصيحة دينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى كان بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني أنت لو في أي مأزق أو في أي موقف أو في أي حاجة مريت بيها صعبة عليك مذاكرة، لازم دايما تصبر على البلاء، عشان ده الصبر على البلاء ثواب عظيم جدا. ولازم تصلي على طول، إذا كان بقى الفروض لازم تبقى في وقتها والسنن. طبعا اقسم بالله صح جدا. صور مع اخويا عمر وليد وهساله عن ترتيب الكرة الذهبية والكلام ده كله. رقم واحد عندنا عثمان ديمبلي، طبعا افضل لاعب في فرنسا وافضل لاعب في باريس سان جيرمان. حلو. حبيبي. عندك رقم اثنين، انا بصراحه شايف لامين يامال جامد، وان شاء الله يبقى في المستقبل ان شاء الله باذن الله يكون نجم ميسي المستقبلي ان شاء الله باذن الله يعني. والثالث فيتينيا برضه باريس كان لاعب جامد بصراحه، عمل كل حاجه حلوه في دوري ابطال اوروبا. وانا اقول لك بقى في تاريخ البالون دور. أيوة. عندك ميسي وكريستيانو نجوم كبير، وافضل لاعب هداف دوري ابطال اوروبا كان كريستيانو اكتر من ميسي. بس خلاص مسيرتهم خلصت والحكايه خلصت. الحمد لله. ايوه شوفوا يا جدعان، هم شويه اللي هناك دول اقل من متابعيني. انتوا اخواتي، انتوا حبايب قلبي. الناس دي كلها تبعنا كلهم في المدرسه. عايزين لايك بقى وسبسكرايب عشان ايه؟ كتير عشان نوصل 500. نوصل 500 بسرعه بقى، صح؟ لايك ان شاء الله. شهر 11 نشوف 500 نعمل حاجات حلوه. شهر 11 نشوف ال 500 دي، نودي بقى فيديوهات ضرب نار. ايوه حصه واحده بس ونخرج. قربنا نخرج من السجن خلاص. اخيرا خارجين من المدرسه اهوت، اخيرا يعني بعد عناء. بصوا بصراحه نسبه النهارده الاستفاده من المذاكره والدراسه 10%، ونسبه الهراء واي هري 90% تقريبا. احلى على احلى يا عم، بس عادي هي متعه الصراحه، فاهم؟ بس هي الدرجات كلها ايه، زي ما الوزير قال بقى تحيا مصر. احساس انك راجع من المدرسه بالتاكسي دوت احساس عظيم جدا. A few moments later. طبعا انا دلوقتي روحت مصدع، اقسم بالله ان انا مش فرتك، وعملت قهوه اهي شايفينها ايوه. بس فعملت القهوه دي هشربها وانام. يعني ممكن انام ساعه كده ولا حاجه. انا مروح بقالي ساعه برضو كده، فاهم؟ بس دماغي بتتفرتك بقى.
واقوم مثلا بعديها اتفرج بقى على حصة مستر خالد صقر. دلوقتي يا جدعان كده انا هعمل قهوة تاني عشان هبدأ مذاكرة بقى. القهوة بتتعمل دلوقتي، فانا عايز اقول لك كده ان انا بصراحة عايز اطلع الفضاء، اقسم بالله بجد. ما تيجي نجرب يعني، نكتشف حاجة جديدة، فاهم؟ من ساعة ما اتفرجت على انترستيلر دوت وانا مش عارف اخرج منه لحد دلوقتي. عايزين نكتشف فعلا يعني ليه نفضل قاعدين في نفس الكوكب ده طول حياتنا. فكر كده فيها، انا عايز احلم. وكمان دلوقتي بقى انا هذاكر علوم، هذاكر كيمياء قصدي، تانية ثانوي، فهذاكر كيمياء عند خالد صقر ماشي. فلسه مشترك معاه امبارح وهبدأ بقى، فاشوف هو عامل ايه يعني، حلو ولا ايه. والله انا خدت مع الهيصة خلاص. شوفوا النظافة، نشكر بقى الام حبيبتنا حبيبة قلبي دي عشان ايه نضفت لنا البوتاجاز كده، حاجة جميلة اوي. وبصراحة انا مشترك من على المنصة على الموبايل دوت، فمش هعرف اصور يعني فاهم، بس كده كده مش محتاجين تشوفوني وانا بذاكر يعني، وانا قصدي باخد الحصة يعني. هتبقى حاجة مملة جدا لو قعدتك مثلا ساعتين معايا وانا باخد الحصة. فالمهم اخد الحصة وارجع لك تاني اتكلم معاك. كده خلصت اخيرا خلاص الدرس بتاع الكيمياء، بس الحمد لله بحبك جدا يا مستر، توب التوب، شرحه كويس كويس قوي. بس فخلصت الحمد لله. فدلوقتي بقى مش قادر اذاكر خلاص، النهارده الخميس اصلا ما بذاكرش الخميس بس ايه. فالمهم دلوقتي كده انا هروح امنتج الفيديو ده، الاغلب همنتجه دلوقتي. صعبة شوية بس ممتعة بصراحة، أنا بستمتع يعني، بستمتع وأنا بمنتج. مذاكرة لأ مش أوي، بس بستمتع وأنا بمنتج وأنا بصور فاهم. بس مصدع يعني، بس إيه، بس هتتحل سهلة يعني. وعايز بقى أتفرج مثلا على مسلسل ولا حاجة، أو لازم أتفرج على حاجة أستمتع بحياتي فاهم. بس فخلاص بقى أعتقد كده أنا كفاية عليا. جود باي، اشتركوا بقى واعملوا لايك وكده.